السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا مكملين سلسلة العصاير الرمضانية. النهاردة ان شاء الله هنعمل عصير البرتقال بالجزر. اول حاجة انا جبت الجزر وقشرته وقطعته لمكعبات كده، لترانشات كده زي ما احنا شايفين. وعندي البرتقال. اول حاجة هنسلق اول خطوة هنعملها هنسلق الجزر بتاعنا ده. هجيب الحلة بتاعتي وهنزل بالجزر، وهغطي الجزر ده بالمية وهرفعه على النار يتسلق اهي. هنزل عليه بالميه بقى كده وهرفعه على النار يتسلق تمام. هسلقه وهرجع لكم تاني. وبالنسبه للبرتقال همسكه بقى هقشره كله. تمام، عندي معايا 4 برتقانات فانا هقشرهم وهجهزهم، عشان ان طبعا ممكن استفيد بالقشره، ممكن ابشر القشره، بس انا هقشرهم بقى كله اهو. همسك البرتقال واقشر كل البرتقال كده اهو، واقطعه بقى على اساس ان انا على طول استخدمه. تمام اهو، واقشر كله بنفس الطريقه. بعد ما سلقت الجزر وسبته يبرد، هاجي بقى اجيب الخلاط عندي اهو، وهبدا هنزل بالجزر على في الخلاط. تمام اهو. هبدا طبعا سلقته سلقه كويسه، هبدا انزل بقى بالجزر كده. تمام، وهضربه ضربه كويسه، وبعدين هبدا اضيف البرتقال ونضيف السكر بعد كده اهي. اجي بالجزر بالشكل ده. تمام اهو. تمام، وبعدين نبدأ نضرب الجزر ده، وبعدين بعد كده نضيف عليه البرتقال. هديله ضربة كويسة كده. بعد ما ضربته هبدأ أضيف عليه بقى البرتقال شوية بشوية، يعني أضيف شوية وأضرب وأضيف شوية وأضرب. تمام، والسكر طبعا ده حسب الرغبة، يعني السكر ده بتبقى حسب الرغبة، عايزة سكر كتير سكر قليل ده حسب الرغبة. تمام أهو. هنزل بالبرتقال بالشكل ده وأحط عليها سكر أهي، وأضرب حبة بحبة أهو. تمام، هديها بقى طبعا هديها ميه برضو، هديها شويه من السكر كده وهحط عليها ميه. بعد ما ضربت العصير بقى كويس هاجي هحط المصفى وهبدا ان انا اصفيه. تمام اهو، واصفيه كويس بقى. تمام، شويه شويه لحد ما يتصفى خالص. بس كده. شايفين شكل العصير؟ شايفين شكله بعد ما خلص جميل قد ايه؟ وده اجمل عصير ممكن تعمليه، وافيد عصير لانه مليان فيتامين سي وبيرفع الطاقه، وكمان بيقوي النظر لان فيه جزر. وما تنسوش بقى كده، طبعا احنا خلصنا، ما تنسوش بقى تعملوا لي سبسكرايب وشير.